السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي البتول، تقاطع السياحي بالقرب من أسواق النخيل، تقاطع المؤدي إلى الجسر الفرنسي. خليكم وأنا أعزائي المشاهدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا حبيبي، هلا بيك. اسم الكريم عباس. فدوى قلبك حبيبي عمرته علينا وعليكم يا قلبي أنت حبيب قلبي. بخير دامك أنت بخير؟ والله الحمد لله، والله بخير، والله بخير الحمد لله، مرتاحين. فدوى قلبك يا عمر أنت الحمد لله. نشوف المنطقة والله الحمد لله، خدمات زينة، عدة مي تبليط هسه راح يبلطونا بالجديد. اي يعني كهرباء من ذاك اليوم مدونا. زين هاي المنطقة زين الحمد لله. عكس منطقة الرشاد. لا عكس هواي يعني. ذيك المنطقة لا بيها خدمات لا هاي. نحب لا الحمد لله، لا الحمد لله الحمد لله. فدوى قلبك يا عمري. امن وامان، الشرطة تفتر يعني 24 ساعة فدوى قلبك يا عمري انت. اكيد الله يسلمك حبيب قلبك. عملك والله ابو تكتك انا. قوا حيلك يا عمري انت. مهنة التكتك صعبة. لا والله معاناة، عضلات. ايش تسوي؟ تحياتنا اخواننا المرور. فدوى قلبك. تعاون والله من تعاونهم كلش حلو. ايه نظرا لهم بخصوص الاجازه، بخصوص حد هو شي يريد من يمك اجازه ورقم وروح الله وياك، هو ما يريد شيء من يمك. يريد اصولي، يريد اصول رقم دراجتك. وتجيب لها سنويه اجازه وروح الله وياك. محمد وعلي ايش عنده وياك هو؟ صحيح. اي يعني هو طبعا. فدوى قلبك حبيبي. واصل بالدراسه؟ والله ما دارس. اي والله. فدوى قلبك يا عمر حبيبي يا عمر انت. اعزائي المشاهدين خليكم ويانا في تغطيتنا لهذا اليوم في تقاطع السياحي وحي البتول. خليكم ويانا. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. الله يحييك. شلونك؟ زين؟ نعم الحمد لله بخير. منطقة حي البتول مو؟ حي البتول نعم. حياك الله. حي البتول تجاه الوداية الجسر الفرنسي. نعم. هذا الطريق. اسم الكريم؟ يوسف على راسي حبيبي. جواك الله ورمضان كريم عليك. علينا وعليكم ان شاء الله وعلى الجميع. ربي يسلمك قلبي حبيبي الغالي يا اخي. مقبول ان شاء الله. جميع ان شاء الله جميع اخي. شنو عملك؟ انا سائق دليفري. نعم. مهنه خطره وكيف شو تسوي العاديه على العيشه. اكيد اليوم الشاب يجاهد هو صغيره. نعم. هو صغير يجاهد الحياه ويعيش المواقف الصعبه ويعيش حياه. عاشت ايدك. باكملها. خادمك هم 12 سنه وطبيته بالعمل. والله الله يبارك فيك. ولاجل اخوانك ولاجل محبينك. والله يهديك الله يحييك. حدثني بخصوص هذه المنطقه، منطقه شنو خدماتها، شنو ترتيبها؟ والله احنا نعمل الحمد لله. احنا من منطقه الولدايه طبعا. فنزلوا مهندسين ونزلوا مهندسين اخرى جاي يجاهدون بسبب التبليط والمجاري، وكملوا المجاري بقى بس التبليط. نعمه. وان شاء الله ما بقى شيء، ونزل الاليات راح تنزل عن قريب. ان شاء الله. كملوها وفلوسها مدفوعه كامله المنطقه. ننتظر بس الاليات تنزل. نعم. حلو. احنا ما ننقل بس الشيء السلبي وهاي، لا ننقل الايجابي. احنا مو اليوم احنا العراق هذا. عراق بلد الخيرات وبلد الحضارات. احنا اليوم نرسل رساله زينه، مو كل لقاء نطلع نقول العراق تبليط ماكو مجار. احنا نقول الحمد لله. لا غير شيء ملموس. رب العالمين يقول فاشكروني ازيدكم. الله يقول شكرا لهم الداعمين وامانه بغداد وجهد الهندسي. شكرا جزيلا. ربي يسلمك، ربي يحفظك، الله يخليك. السلام عليكم. السلام غالي. شلونك يابا؟ بخير. عينك على الكاميرا تاج راسي ان شاء الله. ابو من؟ ابو علي. ابو علي على راسي. انا مريض. عندي سكر واشتغل بالعماله وهاي ضربني السكر. حياك الله. هذا العمر عماله. اي والله رجلي مريض خدوم واموري تعبانه كلش. خدمتك عمي. والله لا. الله يخليك. قاعد صار لي 4 اشهر. مقام والدتي. 5 اشهر. والدتك ان شاء الله. الله يسلمك ويحفظك الله. تفضل. اي والله والامور تعبانه. الله يساعدك. اي والله كلش. وليداتك؟ عندي واحد ومريض. الله اكبر. عندي واحد ومريض. الحمد لله. حاله نفسانيه عنده. وديت الدكتور اخذ من عندي 175 والله. لا والله وانا اموري تعبانه. والمعيشه والله الظروف والله الظروف تعبانه ست سالي العزيز. اي والله الظروف تعبانه كلش. زين. خصوص العمل. عماله ماكو شلون؟ اي والله قاعدين والله والله على خوالي والله. خوالي يساعدوني. حكي عليك على الكاميرا. تعال تاج راس. اي نعم. والله على بيتك ملك ايجار شنو؟ لا لي ملك. سحبك انترنت. اي والله لا والله ما عندي. لا شو اسمه؟ كل شيء ما عندي، حتى تلفزيون ما ببيتي والله. لا والله. والله وداته. خصوص رمضان هاي المسلسلات شو اسمه واحد ينفع عن نفسه. لا والله ماكو. لا والله ماكو. شوف لك خبر شوف لك والله ماكو عمي ماكو والله. اي والله. هاي مصيبه. بالله هذا العمر وهاي. اي والله انا مريض. مشكلة انت.
الله يخليك. الله شلون يسلمك. نشوف الخدمات؟ هو انت هسه نوبه اسالك على الخدمات تقول انا حالي حال خدمات. اي والله اشكرك انت. اي والله الله يخليك. ممنونين. ربي يسلمك تاج الراس. ها عيني. الله يخليك. الله يسلمك. خدماتكم هنا منطقتكم والله مو زين الخدمات. وليدك احنا بخدمته الله ان شاء الله يسلمك. وانت هم. مريض والله. شوف لك عمل شوف لك عنده حاله شيء. نفسانيه وتل عقله شويه آه. والله ما وديته للحسين وديته للعباس هاي شنو وديته الترميز؟ للعون. هاي ايش ترمز؟ إيه. ترمز من الفقر. اي والله. هذا المرض. اي المرض. الراس. والله صح. احنا ما نتطرق له ان شاء الله كل الحب والاحترام صحيح لاخواننا. والله هذه صح. الامراض إيه. العقليه والدماغيه هاي تحدث عن اكتئاب وامور نفسيه صحيح. وامور ضغط نعم. نفسي انه هذا الشخص عنده تراكمات والله صح. عنده امور والله صحيح. موجوده لازم يوفر قوه يومه لازم يدار اهله. إيه. هذا من ما يلقاهن وجيبه فارغ هذا القهر ما يقدر والله اي يخرج صح والله صح. ينظروه اي يعني. قهر اي 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 والله ينقهر. يعني إيه؟ البشر ما عنده بالظروف هذا بالظروف واقع ينقهر. نعم. شكرا والله جزيلا لا. ربي يبارك حبيبي. بيك. زميلي مرتضى يتواصل وياك حبيبي ربي يسلمك. شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين خليكم ويانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين متواصلين وياكم في منطقة حي البتول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. حيا الله أصلك الله يحفظك. الله يسلمك. الاسم الكريم؟ حسين. عاشت الأسامي حسين والنعم منك. رمضان كريم. صيام مقبول إن شاء الله الله يتقبل الطاعات إن شاء الله منا ومنكم إن شاء الله الله يحفظك. الله يحفظك. الكاميرا ذا شلون أجواء رمضان وياك؟ نعم الحمد لله. الحمد لله وشكر. الحمد لله. أنت من حي البتول. حي البتول وراء أسواق النخيل منطقة الخيرات. احنا سوينا مجاري وسوينا يعني مي بس لا سوينا منهولات عافوا الشغل عن النص قالوا التبليط راح يجيكم فهذا الحكي كله ما موجود. ايش قد صار؟ صار له فوق الشهرين. عندنا هذا الشارع مالتنا حفروه وكملوا. هذا الشارع تقصد عنه ورا ورا اسواق النخيل ورا اسواق النخيل اول شارع ايدك اليمنى اول ما الطبيه هذا الشارع لا بمنهولات يعني مي سحبوا لنا يعني من هذا المربع الثاني. الشغل مو صحيح واحد مالت الله الشغل مو صحيح يعني دفنوه يعني اذا تحفر هسه الابي ماكو يعني 50 سنتيم يطلع ماكو شغل ابي يعني 50 سنتيم يطلع هذا الابي غير كل شغل الشغل مو صحيح. رحنا اشتكينا ذاك يوم البلديه اعطونا موس احنا عدلنا الشارع يعني على مود الطلاب مال المدارس وتعرف عيد جاينا احنا لازم واحد يسوي هذا الشيء لازم واحد يعدل الشارع بيه انقاض ينعكس على هيبه المنطقه. اي طبعا اذا اجاك زائر او اجاك وافد يعني يشوف الشارع مالتنا مو محترم يعني يقول شيء يعني ليش ما يشتغلون هذا الشيء. فاحنا نطالب من التبليط طالب من المجاري يكونوا يعيدوا لنا اياها يشتغلون لنا اياها المنهولات والله يوفقهم ان شاء الله. الله يسلمك. وهذا مباشر لامانه بغداد. يكون يوصل صوتنا اذا يسمعك انت تتحدث. اي والله يكون يوصل على الصوت مشكلتك هو التبليط. اي والله المجاري المي والامانه هم النفايات ما ننفع. مدارسكم شلون؟ والله مدارسنا يعني تعبانه هاي المدرسه صار لها يمكن بالسنه ما كامله. عندنا طلاب نوديهم اللغات خطوط على حسابنا هاي المدرسه كل يوم يوقفوا ما تعرف شنو السبب. هسه بخصوص خدمات المنطقه تعبانه. خدمات المدرسه هسه ان شاء الله بلشوا بيها يقول راح تكمل ان شاء الله وترجع الطلاب مالتنا هنا. تمام. شكرا جزيلا. الله يوفقك ان شاء الله. تحياتي لك وربي يحفظك ان شاء الله. الله يسلمك. انت تاج راسي. احبتي المشاهدين متواصلين وياكم في منطقه حي البتول. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله. الله يسلمك هلا بيكم. رمضان كريم عليك ان شاء الله. علينا وعلى أمة محمد هلا بيك. الله يسلمك. الاسم الكريم؟ أبو أزهر. عاشت الاسامي يا مرحبا بك نخليك على راسنا. ابو ازهر من سكنه حي البتول. هاي المنطقة كلها من للولداية. زين. الخدمات شلون المنطقة هل هي متوفر بها المجاري التبليط غيره؟ والله معاناة ومظاهرات كان اكو خطأ هنا كان اكو هنا مجاري المفروض بالبداية يعني من سقط النظام يسوون المجاري فسووا منطقة سووا مجاري وتبليط للمنطقة المو رسمية وعافوا الولداية منطقة رسمية اللي راد يبلطوها بلا مجاري فالجماعة ما المنطقة ما قبلت فتأخر المشروع لأن بلطوا هذا الشارع هدر مال عام بلطوا الشارع بعدين اجوا بلشوا وسووا مجاري فمن سووا مجاري هذا دليل انه لا اكو تدقيق لا اكو مواظبة وكل شيء ماكو هذا يعني العمل مو غير صحيح. ايه فمن سووا هاي المجاري بعد معاناة شو اسمه يلا كملت المجاري مال الولداية صار حوالي 4 سنوات المجاري مال الولداية كاملة كملت هسه سوينا مظاهرات يلا اجوا هسه عود يريد يشيلون
هسه عود يشيلون التراب، عود يسوون مجاري هسه، وما نعرف صدق راح يصير ورا العيد على ان شاء الله احنا كلامنا مباشر مع امانه بغداد، وان شاء الله يسمعونا، وان شاء الله صوتك يوصل. واحنا تغطيتنا للخدمات وشنو احتياجات المنطقه. اكيد هي المنطقه ايش تحتاج؟ تبليط، تحتاج مجاري، خدمات من ناحيه المدرسه. مدارسكم شلون؟ والله المدارس ما تكفي، المدارس ما تكفي. فبعض الطلاب نقلوهم بعيد عن منطقتهم فبطلوا تركوا. علما هي هم الدراسه احنا انا تابعت اول ما اجوا ذول كانوا معارضه وصاروا بالحكم، قالوا احنا نصعب الدراسه حتى يطلع بس النشط، بس النشط يطلع للدراسه، وحتى لا يطلعوا لنا متظاهرين وما يريدون تعيين، فذلك صعبوا الدراسه، جابوا مال ثالث متوسط للابتدائيه ومال الخامس ابتدائي للاول ابتدائي، فصعبت عليهم وغيروا بالقصص. بعض القصص ما بها اخلاق، يعني مال الصعاليك، يعني تجيب قصه كانت تعرض بالتلفزيون مال الصعاليك يطبقها على الابتدائيه، لا يفهموها ولا يعرفون يقرون، فالدراسه فاشله. نعم، شكرا جزيلا لك، تحياتنا لك. عيون انت، ربي يحفظك، يا مرحبا بك. احبتي المشاهدين، منطقه حي البست. السلام عليكم. السلام عليكم. اسمك الكريم؟ أمجد. أمجد، عاشت الأسامي. أمجد تعمل أو عندك دراسة؟ لا والله كش ما عندي. لا عندك رعاية أنت؟ والله سويته وبس هسه الراتب بعده ما طلع بس الراتب مال المعين. زين، أنت شنو مشكلتك؟ من شنو تشكي؟ والله بي مرض، بي صرع. زين. ايه الله يشافيك إن شاء الله. ايه. اتمنى لك صحة وعافية. شنو مطلبك؟ عندك مطلب وعندك القضية؟ اريد الراتب مالتي يطلع. الراتب مالتي ما طلع. هي اول شيء الحكومه غير مشكله، ماكو حكومه بعدها. اي والله. ثاني شيء الوجبه السابعه ما مطلوقه. ايه. الراتب مالتي اريده يطلع وما طلع بس الراتب مال. ان شاء الله تواصل ويا زميلي علي، بس اخذ رقمه بخصوص راتبه مال الرعايه. شكرا جزيلا احبتي المشاهدين في منطقه حي البتول. خليكم. أحبتي المشاهدين، وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج كلام أهلنا، منصة أهلنا الإعلامية، وكنا في منطقة حي البتول. كذلك استقبلنا آراء الناس حول الخدمات اللي وصلنا إلى أنه تجي الشركة تترك العمل على النص وتروح. زين، بخصوص تبليط ماكو، مجاري ماكو، وإذا كانت الأسلاك موجودة، الأسلاك الكهربائية، فهاي الأسلاك هم أهالي المنطقة اللي مسويها. نعم. فرأيي أستاذ علي خصوصا كلش تعبان. نعم، أكيد بالدارج احنا العراقي ان نكون مواظبين على عملنا، نتمم العمل. نعم. ما عوف عن النص، ما عوف عن النص، لأن هو إتقان العمل. رسول الله الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام يقول فمن عمل عملا صالحا فأتقنه كان معاكم، صدق رسول الله، كان معاكم علي محدثكم علي طالب والزميل مرتضى محمد بين اهلنا وناسنا في حي البتول. شكرا جزيلا لكم، طبتم في رعاية الله وحفظه، في امان الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم احبتي المشاهدين، وجزيل الشكر لاهالي منطقه البتول، ونتقدم بارق واجمل التحيات الطيبه الى حضره المصور ماجد العقيلي. تحياتنا لماجد العقيلي لكادر العمل في منصه اهلنا، نتقدم له بارق واجمل التحيات. في امان الله.